بسم الله إلى حمزة كاشخري، أقول لك اتق الله يا حمزة كاشخري. من أنت كي تسب رسول الله؟ من أنت كي تعتدي على رسول الله؟ من أنت كي تقيم رسول الله؟ من أنت كي تتخاطب مع رسول الله بهذا الخطاب؟ اتق الله يا حمزة كاشخري، اتق الله، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فاتق الله يا حمزة كاشخري. وللأسف الشديد من أمثالك من يتجرأ على رسول الله، ولكن أقولها بملء الفي: عذرا يا رسول الله، عذرا يا رسول الله. ولكن إن كنت تعلم أن هناك ليس رجال مع رسول الله، فنحن رجال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتق الله يا حمزة كاشخري. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، أي يا محمد إن مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع الذكر في الدنيا وفي الآخرة. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي فيه في جهنم 70 خريفا. فاتق الله يا حمزة كاشخري، واعلم أنك سوف تسأل يوم القيامة عن هذا الكلام العظيم. تكلمت على من؟ على أعظم بشر. تكلمت على من؟ على أعظم من وضع قدمه على الثرى. تكلمت على من؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، حبيب رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أقول لك يا حمزة، والله كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولكن الوعد يوم القيامة، يوم أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ولكن اخشى يا حمزة كاشخري، والله لن تعلو قدرك، والموعد يوم القيامة.